اهلا وسهلا بكم في قناتكم مصر للدعاية والاعلان. انا محمود صبحي، والنهارده مع درس جديد هنكمل مع بعض ادوات التعديل على الاشكال اللي احنا بدأنا فيها الدرس اللي فات. ويظهر لينك الدرس في اعلى الشاشة. لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعرفنا في الدرس اللي فات واخر درس اللي فات على اداة الويتس تول، وتعرفنا ان هي بتشتغل على الستروك بس. المسارات اي مسار برسمه تشتغل معايا على الستروك. يعني مثلا لو راسم دايرة او مستقيم، خط مستقيم، يعني مثلا لو دايرة زي دي وستروك وزودت الستروك بتاعها بالشكل ده، وجبت أداة الويتس تول وبدأت أتحكم أنا في الويتس بالطريقة دي، وجيت على الجزء ده صغرته بالطريقة دي، هنلاحظ إن في شكل جديد ظهر معانا. وطبعا احنا ممكن نعمل بيه أشكال كتير. يعني لو عملت كوبي من الشكل ده صغرته بالطريقة دي، طبعا عشان ده الستروك وحجم الستروك كبير، لو انا قللت حجم الستروك، يعني مثلا لو جينا خليناه 40 وعدلنا الألوان، كده احنا شفنا أداة الويتس تول احنا عملنا ايه والتعديلات تمت. وعشان ممكن ترجع للدرس اللي فات، ودي كانت لمحة سريعة عن آخر حاجة عملناها في الدرس اللي فات، وممكن ترجع للدرس عشان تتعرف على الأداة بشكل أوسع. هننتقل بعد كده للأداة التانية اللي موجودة معانا في البرنامج، وهي أداة الوارب تول واختصارها شيفت ار. في الوارب تول ببدأ أعمل انحناءات على الأشكال على المسار المرسوم معايا. يعني مثلا معايا شكل زي الدايرة، لو جبت أداة الوارب تول وجيت على المسار من هنا وعملت بالشكل ده، هنلاقيه بدأ يتغير معانا بالطريقة دي. طبعا الأداة بتتعامل مع المسار، يعني سواء إذا كان هو باس أو شكل. يعني لو جينا حولناه لشكل هيظهر معانا بالطريقة دي. طب انا لو دلوقتي انا محتاج اكبر معايا الفرشه، كنا الاول واحنا شغالين على الفرش في درس الفرش، ممكن تشوف اللينك الدرس هيظهر في اعلى الشاشه، كنا بنضغط على علامه الدال او الجيم في الكيبورد عشان نكبر. بس مع الاداه هنا مش هنقدر نعمل كده. لو حبيت اكبر حجم الفرشه هضغط على الاداه مرتين، هيظهر معايا قائمه الاوبشن الخاصه بالاداه اللي انا شغال عليها. وتعتبر جميع الادوات اللي موجوده في نفس القائمه قائمه الاوبشن بشكل واحد، وبتختلف حاجات بسيطه في اداه عن التانية. لو جينا هنا زودنا حجم الفرشة، خليناها مثلا 150، وقلنا مثلا العرض 300 وقلنا اوكي، هنلاقي حجم الفرشة اتغير معانا، وبالتالي الشكل هيتغير معايا وانا شغال. وزي ما لاحظنا ان هو الاداة بتشتغل معانا على المسار، ما بتشتغلش من داخل الشكل، بتشتغل على المسار اللي موجود معايا. طيب لو غيرت الزاوية، ان انا مثلا اديتها زاوية 90 بقت معايا بالشكل ده، هلاقي معايا الشكل اتغير كامل، اقدر اعدل فيه. وممكن تعدل، ممكن كل واحد يعدل بحسب اللي هو محتاجه. طبعا نسي مستوى الدقة، انا لو خليتها 100%، ولاحظت ان انا لما باجي اسحب ان هو دايما الفرشة شغالة معانا ما بتقفش، ظهر معانا بالشكل ده. طبعا دي اشكال عشوائية عشان نتعرف على الاداة، ممكن تطلع بيها اشكال كتير. ده بالنسبة لأداة الوارب تول. ولو حبيت ارجع الاداة كلها لطبيعتها زي ما اتعرفنا، نضغط على ريسيت، وممكن تعدل في الخصائص وتتعرف على الادوات وانت شغال على حسب الاحتياج بتاعك. هننتقل على الاداة اللي بعد كده، توري الطول، اداة الدوران. انا لو معايا خط مستقيم زي ده، طبعا الخط المستقيم بيبقى ليه ستروك، هنلغي الفيل ونغير لون الستروك، مثلا نخليه باللون ده، وهنكبر حجم الستروك نخليه مثلا 20.
جبت اداة توارد. طبعا انا لو اتحركت بالشكل هيبدأ الكيرف يتغير معايا، اما لو ضغطت بشكل مستمر على نفس البوينت، لو قللت الستروك كده خليته مثلا 5، هنلاحظ الدوران ظهر معانا زي ما احنا ما شايفين كده. طبعا جميع الادوات اللي موجودة هنا بتشتغل مع الاشكال والمسارات فقط، ما بتشتغلش مع النصوص. يعني لو جبنا نص بالطريقة دي وجبت الأداة، هيظهر لنا رسالة خطأ إن ده نص. لازم أنا أحوله الأوت لاين زي ما اتعرفنا إن احنا بنعمل كليك يمين عليه واختار كرييت اوت لاين عشان أبدأ أقدر أعدل فيه بنفس الطريقة دي كده. ممكن نطلع بيها أشكال كتير واحنا شغالين، نغير شكل النص. يعني لو بنرسم نعمل تايبوجراف ممكن نستخدمها كتير واحنا شغالين. وطبعا ده هيبان معانا أكتر في التطبيقات في الدروس اللي جاية. هننتقل بعد كده لآلات البكر تول اللي هو الانكماش، ان انا بعمل انكماش للشكل اللي موجود قدامي، ان انا بقلل المساحة اللي انا شغال عليها. يعني لو جبنا الأداة كده هنحدد المسار الأول ونجيب الأداة. طبعا عشان التأثير يبان معانا لو ضغطنا عليها مرتين بنفس حجم الفرشة، ان انا مثلا لو زودت الدقة خليتها 90%، وازود الديتيلز مثلا 4، وزودت سمبليفاي شوية. اول ما هاجي اعدل هلاحظ ان هي زادت معايا، تأثير زاد معايا زي ما احنا ما شايفين. طيب لو كبرت حجم الفرشة خليتها مثلا 200 وهنا 200 قلت له اوكي. طبعا ممكن تفيدنا كتير في التعديل على الاشكال، ان احنا نطلع اشكال جديدة من الشكل اللي احنا راسمينه. يعني لو جبنا البرش واحنا شغالين بيها كده وعملنا حاجة زي دي مثلا وزودنا الستروك، هنحدد الفرشة وهنخلي الستروك بتاعها 40، وهنتأكد ان احنا شغالين على الفرشة العادية. طبعا ده عشان مش شكل، هو بيتعامل مع المسار، بيبدأ يعمل تمديد للمسار للألوان اللي موجودة في المسار زي ما احنا ما شايفين كده. طبعا لو ضغطنا عليه مرتين زي ما شفنا في الخصائص نفس خصائص باقي الأدوات، لو عملنا ريست هنرجع للوضع الطبيعي اللي كان موجود عليه. هننتقل بعد كده لأداة البلوت تول، أداة التمديد. في أداة التمديد ان احنا لو جبنا أداة التمديد بالشكل ده وادينا لها لون بدل الستروك وجبنا الأداة، هنلاقيها بيبدأ يعمل لنا تمديد للستروك لبره، ما بيسحبش لجوه. طب لو سحبت انا لجوه هلاقي بيبدأ يسحب اللون، ياخد من الفاضي للمليان. طبعا لو زودنا الخصائص، يعني يفضل واحنا شغالين ان احنا بنزود النستيتي بتاعت الفرشة وهنشتغل عليها عشان تدينا الدرجة اللي احنا عايزينها. وطبعا كل ما هسحب من جوه، يعني لو وقفت على الباس سحبت هلاقي الطول بيزيد. طب لو دخلت لجوه وسحبت الطول بيقل. لازم انا اكون واقف على المسار اللي انا شغال عليه. هلاقي ان الشكل بيظهر معانا. ممكن اطلع شكل جديد زي الشكل ده. يعني لو وقفت عند الانكر بوينت وسحبته لبره جينا هنا زي ما احنا شايفين كده، ان انا ابدأ اطلع اشكال جديدة بس باخد من الجزء المليان اللي فيه اللون بره، هلاقي الشكل بيتغير معانا.
ننتقل على الأداة اللي بعد كده، أداة السكالوب تول. لو رسمنا مثلا شكل بيضاوي زي ده وجبنا أداة السكالوب تول، هنعمل زوم عليها عشان نشوف بس ايه اللي بيحصل معانا في المسار. انك اول ما بضغط بيظهر معايا انكر بوينت. لو سحبتها كده، سحبت من عند الانكر بوينت بالطريقة دي، هلاقي ان هو بيعمل تشتيت للمسارات اللي موجودة معايا. وطبعا لو عدلت في الخصائص، يعني لو زودت ديت كومبلكستي اللي هو التعقيد بتاع المسارات، خليته مثلا 3 وخليت التفاصيل 3، ومثلا خلي دي 50، نقول اوكي. لو لاحظنا هنلاحظ ان عدد الانكر بوينت معانا بيزيد. يعني لو ضغطنا وسحبنا، يعني لو ضغطنا كده ومشينا بنفس الطريقة دي كده على الباس ككل، هنلاقي تفاصيله بيبان وتأثير الأداة بيزيد معانا وبيبان معانا طول ما احنا ماشيين على الباس. بيتنيه يسحب لبره واحنا ضاغطين بالماوس. يعني لو اتحركنا بشكل سريع، لو صغرنا نلاحظ التأثير اللي بان معانا. يعني احنا لو صغرنا الشكل كده، ممكن نكبر الفرشة، ممكن تخليها لجوه على حسب الشكل اللي انت محتاج توصله. طول ما الفرشة شغالة وانت ضاغط وهو شايف مسار قدامه، هنلاقي الشكل بيتغير معانا زي ما احنا مش شايفين كده. ممكن نطلع بيها اشكال كتير. لو ادينا للشكل ده جريدينت، هنرجع للستروك، هنرجع الفيل، خلي الستروك بس، هنلاقي ان الشكل واضح معانا شوية والتأثيرات بانت معانا. طبعا كل الادوات بتطبق معانا على الاشكال المقفولة او الخطوط المستقيمة للستروك، بس اهم حاجة ان احنا نكون شغالين على باس، يبقى في مسار ما بتشتغلش معانا على التكست. هننتقل للأداة اللي بعد كده، أداة كريستالايز. ان احنا لو جبنا مثلا حاجة زي الدايرة دي واخترنا الأداة، طبعا هو عشان واخد نفس خصائص الأداة اللي فاتت، هنضغط عليها مرتين وهنعمل ريست، هيرجع لوضعه الطبيعي. زي ما احنا ما شفنا، أول ما ضغطت بدأ يعمل زي شكل تكسير. يعني لو مشيت بشكل مستقيم على الباس بالطريقة دي، هنلاقي الشكل اتغير معانا. ممكن نطلع بيه أشكال كتير. يعني مثلا لو جينا كده بالباس فايندر، وده طبعا لسه هنشرحه في الدروس اللي جاية، طلعنا بشكل جديد زي ده، ان هي بتبدأ تعمل معانا تكسير. يعني لو معانا خط مستقيم، كبرت الستروك عشان تبان معانا، وجبت الأداة ومشيت على الباس اللي موجود معايا بالطريقة دي. طبعا هنصغر الستروك شوية كده. اتعرفنا على الأداة اللي بعد كده، الكريستاليز، ان هي بتعمل لنا شكل تكسير. يعني لو معايا مثلا مستطيل بالشكل ده، اديته مثلا فيل، وهنرجع للستروك وجبت الأداة كده ومشيت على الحواف بالطريقة دي. أهم حاجة عشان تتنفذ إن أنا بكون ماشي على المسار المرسوم، إن أنا أعدل في اتجاهه وفي شكله. لو عملنا كنترول سي، كنترول شيفت في، صغرناها كده، مثلا ادينا ده لون أبيض، حددنا على الاتنين، بالباس فايندر اخترنا التاني. دلوقتي عملنا شكل برواز لنص ممكن نستخدمه واحنا شغالين. طبعا كل الأدوات دي هتبان معانا بالتفصيل في التطبيقات العملية على البرنامج. اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنحاول نتعرف على الأدوات بشكل أوسع. هننتقل للأداة اللي بعد كده وآخر أداة معانا في القايمة، أداة الورانكل تول. هنجيب أي شكل معانا عشان يبان عليه التأثير زي ما كنا شغالين.
لو مشينا كده على الباس هنلاقي الانكر بوينت زادت معانا، وهنلاقي الانحناءات بانت معانا على الخط. طيب ممكن حد يسأل، طب احنا بنستفيد من الادوات دي كلها في ايه؟ انا مثلا لو محتاج اعمل شكل زي شكل ارض الخضراء او النجيلة، انا مثلا اروح قايم جاي مديها كده لون زي كده، وجبت هنا اداة السكرول وهنكبرها شوية عشان التأثير بتاعها يبان. هنضغط عليها مرتين، هنخليها مثلا 300، وهخلي الديتيلز مثلا 5، خليه كده 5 واقول له اوكي. لو جيت مشيت بخط مستقيم كده عليها بس لفوق بنفس الشكل ده كده، نجيب نفس الأداة بس هنسحبها لفوق، وطبعا كل ما هسحب لفوق هتزيد معانا. طب لو غيرنا احنا الأداة، زودنا مثلا في الدقة خليناها 100% عشان تبان معانا أكتر. طبعا كل ما بنطلع على المسارات بتزيد التعقيد في المسارات اللي قدامنا، وبتزيد على المسارات المفتوحة والأنكر بوينت. فطبعا لو إمكانيات الجهاز مش مساعدة هنلاقي إن الجهاز بيتقل معانا لما بيعالج النقط اللي احنا شغالين عليها، الأنكر بوينت اللي احنا شغالين عليها هتظهر معانا بالطريقة دي. وبكده يبقى احنا خلصنا، تعرفنا على الأدوات اللي موجودة معانا في الويدز تول، طريقة التعديل عليهم وازاي بنستخدمها في التعديل على الأشكال، تعديل الخصائص بتاعتهم. هننتقل للأداة اللي بعد كده، الفري ترانسفورم تول. فري ترانسفورم تول هو موجود قائمة كاملة موجودة معانا هنا، لو ضغطنا عليها هتظهر معانا الخصائص اللي احنا ممكن نستخدمها من الفري ترانسفورم تول. يعني لو انا اخترت فري ترانسفورم تول ظهرت قدامنا دلوقتي، تحدد لك اللي احنا شغالين عليه. يعني مثلا بقف على الانكر بوينت، لو سحبت بالطريقة دي ببدأ اكبر او اصغر طالما الاسهم موجودة بالشكل ده. طب لو عملتها كده ببدأ اعمل دوران في الشكل. طب لو جينا وقفنا هنا ببدأ اعمل زي السكيو او التسطيح اللي احنا خدناه في درس الشير. لو ما شفتش الدرس هيظهر لك الدرس في اعلى الشاشة. ببدأ اتحكم في شكل بشكل كامل من اداة واحدة، وابدأ اعدل فيه على الوضعية اللي انا محتاجها كالدوران، طول، العرض. لو انا اخترت هنا هنلاقي اوتوماتيك ان هو بدأ يعمل تصحيح، وهنلاقي ان الشكل اتغير معانا من مستطيل لزي شكل هرمي. لو جينا على الزاوية هنا وعمل معايا دوران يبقى انا كده في الدوران. طب لو جينا من هنا هنلاقي الشكل بدأ يتغير مرة تانية، رجع معانا لشكل مستطيل. طب لو اخترنا كده، وطبعا كل الخصائص ديت موجودة معانا، احنا هنا بنتعامل مع انكر بوينت. ببدأ اعدل عليها على الشكل. يعني لو نقلت هنا انا كده حددت عليها. طيب لو انا راسم المستطيل من غير ما استخدم اداة ترانسفورم وعايز اعمل نفس الخصائص ديت وانا شغال بس بقيم، ان انا لو محدد عليه وجيت هنا مثلا زودت كده، انا بزود الكيرف بتاع الشكل. طب انا لو عايز اعمل الشير اللي احنا كنا شغالين عليه، لو قلت له بزاوية 45 اتحول معايا لزاوية 45. طب هخليه 60. زاوية الرؤية ببدأ أعدلها على حسب ما أنا محتاج، والطول والعرض بنغيرهم من هنا. يبقى كده اتعرفنا على أداة ترانسفورم. هي أداة بسيطة بس بتفيدنا كتير واحنا شغالين، لو محتاجين نعدل بشكل مباشر على حجم مربع أو أي شكل شغالين عليه. يعني احنا لو كاتبين نص زي ده وجبت أداة ترانسفورم تول، ببدأ أتحكم في حجم النص. طيب لو جبت أداة السكيو هنلاقي ان هو بيطبقش لان ديت اكتر من كلمة، فلازم اروح قايم داخل
لو كتبت مثلا وجيت بأداة ترانسفورم زي ما شفنا، هنلاقي ان هو بيتحكم معانا في الدورانات وفي حجم الشكل. طب لو جينا نعمل سكيو تصحيح ليها، هنلاقيه مش هيغير اي حاجة معانا، لان هو ده شايف ده تكست. ترانسفورم بتشتغل مع الخطوط لانه بيحرك مربع النص، ما بيعدلش النص. طيب لو احنا حولنا النص لشيب، كبرته بالطريقة دي وجبت أداة ترانسفورم واخترت السكيو، هنلاحظ التغيير اللي تم معانا، لأنه هو بيتعامل معاها كشكل. أما هو نص